طول الكره تاني في الجبل اليسرى لصالح النادي الاهلي. رمضان صبحي الجيل بتاع كريم بامبو ومجموعه اللعيبه الكبار. النادي الاهلي كمان في لعيب هايل جدا جدا اسمه فادي فريد مواليد 97. المجموعه دي والفريده كله الاسماء اللي بدر رجب حط ايده وحط صوابه عليها. فادي فريد وكريم بامبو وجابوا رمضان صبحي واسماء كثيره من هذا الجيل معاره في انديه مصريه كثيره وكثيره جدا. تمشي على طول الكره تاني من اليسار عن طريق الغالي حسام. يلعب الكره تاني زملكاويه. نادي الاهلي ونادي الزمالك دايما ولات مفيش تحديد النسل عند الزمالك ولا تحديد النسل عند الاهلي في قلب المواجهه. تمشي على طول الكره اهلاويه. المره دي عن طريق حسام غالي. فرق يا جماعه لما رجع. فرق حسام غالي لما رجع. اليمين شغال والشمال شغال وعبقري من العباقره. شوف التمرير يا جماعه. اتفرج على الباس خطيره. انطلاقه للاهلي ممتاز. الشناوي يا ساتر. لكن الشناوي الله عليك يا غالي وعلى تمريراتك. ولد ايه لعيب كوره معاه سجاده يا راني. بص التمريره عامله ازاي. بص التمريره حلوه وايفون الخطير. لطشه ثم القرار ثم على طول الشناوي. علي جبر شكله قلقان. لعيبه كتيره جدا زي ما قلت لحضراتكم لعيبه صغيرين في مجموعه لعيبه لسه بقى لها سنتين وثلاثه مع الزمالك. كل من هو دون الاربع سنوات مع النادي الاهلي والزمالك ما لعبوش تحت ضغط جماهيري وما لعبوش الحقيقه في هذه الاجواء الرائعه. استاد هزاع بن زايد ده ملعب مش بس اسمه حلو ومش بس المدينه اللي هو موجوده فيها حلوه وسكره، لا ده كمان ملعب كامل الاوصاف يا حبيبي كامل الاوصاف. اذا علي جبر لاعب نادي الزمالك مدافع نادي الزمالك والزمالك هيجري اول تبديل اضطراري باصابه اللاعب علي جبر والدفع باللاعب محمد كوفي لاعب نادي الزمالك مع بدايه المباراه. تبديل اضطراري ينزل كوفي ينزل اللاعب كوفي. اذا محمد كوفي اللاعب رقم 8 يشارك الان بديل علي جبر اللاعب اللي اصيب الان. حظ وحش قوي.